كبدة الفراخ بالخلطة السرية هنعملها مع بعض بطريقة بسيطة جدا وفي 3 دقايق. هتنفع معاكي للغدا وكمان للعشاء. يلا نشوف طريقتها عاملة ازاي. معايا نص كيلو من الكبدة واكون غسلاه كويس قوي بالمية والملح وكمان الليمون، وغسلها ده حاجة مهمة جدا. نفصل القلوب عن الكبدة ونفتح القلوب كده عشان بيبقى فيها الصمام بتاعها الأسمر ده، ونطلع منها الصمام الاسمر ده عشان دي نص نظافة الكبدة. نتأكد من الصمام اللي في القلب ده طلع عشان تبقى لونها زهري وردي وطعمها في نفس الوقت تحفة جدا. نغسلها مرة واتنين وتلاتة ونديها عصرة كده من الليمون صغيرة. هتلاقي لونها غير شوية، هيبتدي ان هو يبقى لون رمادي او غامق شوية. هنسلقها دلوقتي. اهم نقطة نفصل القلوب عن الكبدة وننضف القلوب كويس قوي قوي تحت الحنفية. عاوزة تزودي الكمية عن كده مفيش اي مشكلة. الطبق التاني ده هو سر الوصفة وسر الخلطة بتاعت النهاردة، الدقة السحرية. عندي هنا راس توم كبيرة مقشراها بالطريقة دي، عندي نص قرن من الفلفل الرومي الأحمر وكمان الأصفر، عندي نص كوباية من الخل الأبيض، الملح والفلفل والكمون ده الأساسي معايا، نص معلقة من كل حاجة. الدقة ديت هنضربها طبعا في الكبة او الهون او الخلاط، التلاتة هيمشوا هتبقى تمام اوي. هنضربها كده ونديها طحنة سريع. وده شكل التتبيلة معانا بعد ما ضربناها في الكبة او المفرمة. شايفين لونها عامل ازاي؟ ريحتها تحفة اوي. ما عندناش المفرمة او ما عندناش كمان الخلاط، هنستخدم ايد الهون هتبقى تحفة وسريعة. فيها الثوم والفلفل والكمون والملح والخل. هنحط لها عصير ليمون دلوقتي. شايفين منظر التتبيلة عامل ازاي؟ التتبيلة السرية اللي هنعمل بيها الكبدة. جبت حلة عندي على النار وحطيت فيها نصها مية وهسيبها تغلي 10 دقايق على نار متوسطة. اول ما الاقيها طلعت فقاعات او بابلز كده هنبتدي ننزل بالكبدة. انا مش عايزة الكبدة تستوي خالص، هسيبها حوالي دقيقة ونص او دقيقتين بالكتير تطلع بس الفوم او طبقة الريم اللي بتبقى على الوش عشان اشيلها. مش عايزاها تستوي ومش عايزاها حتى تتسلق خالص. اول ما الاقي فيه رغاوي او ريم كده على الوش هبتدي ان انا اشيله، عشان ما كنتش عايزة الرغاوي دي تطلع على الدقة واحنا بنشوحها. اول ما هنزل بالكبدة المسام بتاعت الكبدة هتتقفل وهتبطل النزيف بتاعها. المية هنا بتساعدها ان هي توقف نزيف الدم بتاعها عشان نشوحها وندخلها في التتبيلة. شايفين الكبدة عاملة ازاي؟ بدأت تقفل المسام بتاعتها وده اللي انا عايزاه. هتغلي بس غلوة واحدة، ولو فيها ريم هيتشال من على الوش عشان نتأكد ان هي نظيفة. لو عاوزة تسلقيها كويس في المية تاخد لها 3-4 دقايق او 7 دقايق، وبعد كده تاخد التشويحة الأخيرة دي مش هتاخد سوا خالص. ممكن تعمليها بالطريقة ديت وممكن تعمليها بالطريقة التانية اللي هي دقيقتين بس في المية. ده الريم اللي انا بقولكوا عليه ده لازم يتشال اول باول. الشوربه تبقى صافيه قوي، والشوربه دلوقتي صافيه قوي معاها بكبشه كده عشان اصفيها. اسيبها تهدى شويه كده على صينيه او على طبق. نقطه مهمه تاخدي بالك منها، لو عاوزه تقطعي الكبده انصاص او ارباع او اي تقطيعه بتحبيها مفيش مشكله، هتقطعيها طبعا عشان هتنزل بعد كده في التشويحة. ولو عاوزاها كاملة زي ما هي كده هتستخدميها مفيش مشكلة. قطعتها التقطيعة المتوسطة، ولا هي صغيرة ولا هي كبيرة. بتاخديها على بلانشة كده وتقطعيها التقطيعة اللي نفسك فيها. نار مسخناها حوالي دقيقتين 3 كده، وهنزل بنص كوباية من الزيت، وهاخد معلقتين 3 من الدقة السرية اللي ريحة الدقة رهيبة. هنشوحها بس 3-4 دقايق كده تطلع الروايح الحلوة منها، وهننزل بعد كده بالكبدة. وده شكل الكبدة اول ما حطينا عليها الدقة. هنبتدي ان احنا نقلبها كده، نار تحتها تكون متوسطة مش عالية كتير. هنسيبها تغلي طبعا 7 دقايق او 8 دقايق، وهنغطي عليها بغطا حد
لازم يكون عليها غطا حلة عشان البخار اللي طالع منها يسويها كويس ويقلل من مدة التسوية بتاعتها. في نص التسوية كده بعد 5 دقايق بتبصي عليها بسطة. ضروري تحطي غطا حلة عشان البخار اللي طالع يسويها بسرعة. تضيفي عصير نص ليمونة كده في الاخر، بتديها تطعيمة جميلة. الكبدة بتاخد لها حوالي 15 دقيقة او 12 دقيقة، ده لو طبعا مش مسوياها كويس قوي في المية اللي هي مية السلق. على نار متوسطة تاخد لها تشويحة كده. في الاخر فلفل احمر وممكن فلفل اخضر لو حابة، ونغطي عليه تاني عشان البخار يسويه شوية بالخلطة السرية زي بتاعة المطاعم وأحلى مليون مرة. فين الصوص والتغميسة اللي نازل منها دي، هي دي الطعم كله. 12 دقيقة، النار تكون متوسطة تحتها أو هادية كمان. يقولي هنعلي النار عليها عشان تستوي بسرعة، عكس خالص، هي تهدي النار شوية هتلاقيها تتكرمل وتدخل في التسوية وكل الخضار بتاعنا يستوي. شايفين شكل الكبدة بتاعتنا عاملة ازاي؟ الصوص اللي نازل منها يفتح النفس قوي، والدقة كمان حاجة خطيرة. الصوص اللي نازل منها هو التغميسة بحالها، بشوية عيش بلدي كده وبصل اخضر ولا شوية سلطة وطحينة، غدوة في منتهى الجمال. احنا حاطين شوية زيت، يعني نص كوباية كده، حوالي 6 معالق او 7 معالق، بس هو ده المطلوب. وما تحسبيش ان هي كمية كبيرة، لو عاوزة تقللي براحتك جدا. الطبق ده جميل جمال بجد، هتعمليه في ثواني، مكوناته كلها عندنا. جنب شوية مكرونة كده او رز بالشعرية، تحفة جدا.